يا مساء الفل والجمال، أهلًا وسهلًا بيكم، معاكم نهلة فؤاد، وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. فاكرين لما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن أول دخل جانبي مش بيغيّر حياتك قد ما بيغيّر تفكيرك؟ النهارده بقى مش هنتكلم عن أفكار ولا مشاريع ولا مغامرات، إحنا هنتكلم عن أول خطوة حقيقية بتبدأ بيها. خلّيني أقول لك أول حاجة والفخ وأكبر غلطة بتحصل، إن أول ما حد يقرر يعمل دخل جانبي بيدوّر على حاجة من ال3، يا إما فكرة كاملة، يا إما مشروع مثالي، يا إما الحاجة اللي بتنجح بسرعة، فبيقف مكانه. الحقيقة البداية مش محتاجة فكرة عبقرية، هي محتاجة حركة صغيرة. هاقول لك على قاعدة وخلّيها حلقة في ودنك. ابدأ بحاجة بتقدر تعملها النهاردة، مش حاجة نفسك تعملها بعد سنة. يعني حاجة انت فاهم فيها، أو حاجة انت عملتها قبل كده، أو حاجة الناس بتطلبها منك أصلا. هديك تمرين تعمله في 10 دقايق، وخلينا ناس عمليين. اكتب حاجة الناس دايما بتطلبها منك، مهام بتعملها في شغلك من غير تفكير، حاجة واحدة بس تقدر تعملها لحد تاني. مش مطلوب منك مثالية، مطلوب منك وضوح. وبعد ما تختار الحاجة الأقرب، اعمل خطوة واحدة بس، قول لحد إنك بتقدمها، اعرضها على معارفك، اكتب بوست بسيط، ادخل جروبات مناسبة، من غير تجهيزات ولا براند ولا ضغط ولا التزام ملهم. الحقيقة اللي محدش بيقولها إن أول دخل جانبي غالبا هيبقى بسيط وغير منتظم ومش مبهر، بس ده طبيعي جدا. المهم مش الرقم، المهم إنك خرجت من مرحلة التفكير. ولما حد بيسألني طب إمتى هكبر؟ هتكبر بس لما تحس إنك مستريح، الوقت بيسمح، الموضوع بقى أهدى ومش مأثر على شغلك ولا حياتك. مفيش استعجال، الدخل الجانبي مش سباق. لو محتار تبدأ منين، افتكر الجملة دي كويس قوي. أبسط حاجة تقدر تعملها النهاردة هي أحسن بداية، خطوة صغيرة بس ثابتة أحسن من فكرة كبيرة وواقف مكانك. اللي بنعمله دلوقتي مش بس دخل جانبي، ده أول طريق لإنك تأمن نفسك مالياً. وفي الحلقة اللي جاية هنتكلم عن إزاي تأمن نفسك مالياً خطوة ورا خطوة، من غير خوف ومن غير ضغط ومن غير قرارات متهورة. إزاي يبقى عندك بديل وأمان وإحساس إنك مش لوحدك لو الظروف اتغيرت. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.